يعني احنا اجتمعنا هنا باش نقولوا الخليفه البحرين حره حره والخليفه على برا، وباش نقولوا لاخواننا في البحرين انه احنا التوانسه نساندوهم كعرب ونساندوهم في نضالهم، لانه اللي عندهم كل اللي عندنا يعني الفساد والظلم والقمع، وخاصة يعني يحبوا يلعبوا كذا لعبة الطائفية انه شيعة وسنة. احنا نقول لهم احنا كنا هنا سنة في تونس، لكن نعتبروا ان قضية لا هي قضية سنة ولا قضية شيعة، هذه قضية شعوب عربية تحت الدكتاتوريات، وما يلزمهمش يفرقوا يخلونا يفرقوا ما بيناتنا السنه ولا الشيعه. اذا هذه معركه نتاع شعوب ضد طغاة ولا علاقه لا بالدين ولا بالطائفيه. اذا انا نقول لاخواننا في البحرين نحن معكم قلبا وقالبا، نحن يعني نتالم عندما تتالمون، ونعتبر اللي معركتكم هي جزء من معركتنا. جينا اليوم هنا قدامها السفاره هذه اللي ماهيش سفاره البحرين، هي سفاره النظام البحريني، باش نقول لكم اللي احنا مع البحرين وضد النظام البحريني، مثل ما احنا كنا مع تونس وضد النظام التونسي. كل هذه الانظمه لا تمثل الا انفسها، وان شاء الله في وقت من الاوقات يكون عندكم لك حقيقه سفاره الشعب البحريني هنا في تونس، ولو انه ربما نصل في يوم من الايام الى انه لن تكون هناك سفارات في الشعوب العربيه، وانما ممثليات، لاننا سنكون قد نجحنا في اقامه ليس فقط الديمقراطيه في كل الوطن العربي، وانما اتحاد الشعوب العربيه الحره، وان شاء الله الشعب البحريني الحر يكون جزء من هذه الفيدراليه للشعوب العربيه الحره الكبيره. نحن جينا هنا باش نعبروا على مساندتنا كتوانسة وكمناضلين في تونس لأشقائنا وإخواننا في البحرين الشقيقة في انتفاضتهم من أجل الحرية والكرامة، وتنديدنا بالقمع الوحشي اللي تمارس عليهم من قبل نظام آل خليفة، وخاصة أيضا من قبل تدخل يعني آل سعود بآلاف العساكر ودول أخرى من الخليج. شفنا كيفاش الأنظمة العربية كلها متحالفة من أجل الاستبداد بشعوبها، فذاك علاش نحن كشعب تونسي متحالفين ومتآخين مع بقية الشعوب العربية في نضالها وثورتها ضد القمع وضد الاستبداد ومن أجل الحرية والكرامة والعدالة. اليوم نحب نوجه رسالة إلى أشقائنا في البحرين، راهو الشعب التونسي معاكم، وينجم يكون عددنا اليوم أمام سفارة البحرين قليل، لكننا متأكدين كما كنا قلائل أيام النضال ضد بن علي، إلا أنه فيما بعد أصبحنا الأغلبية اليوم. صحيح نحن شوية قدام سفارة البحرين، لكني متأكد أنه قلوب التوانسة الكل مع أشقائهم في البحرين، وأنه ما جدش عليهم يعني الملعوب بتاع يعني الفتنة الطائفية اللي حبوا يوظفوه سواء آل خليفة أو حلفائه من باقي الأنظمة العربية المستبدة. يعني قضية الشعب البحريني هي قضية كل الشعوب العربية، قضية الحرية والكرامة والعدالة. رسالة أخرى نوجهها لنظام البحرين ولكل الأنظمة العربية المتحالفة معه، وخاصة منها اللي تدخلت من أجل عسكريا وبوليسيا من أجل مساندته، راهو العساكر والجيوش والقمع ما يخليش الشعوب تبطل نضال من أجل حريتها، وراهو يجي نهار اللي هالعساكر هذية والجيوش هذية ما تسمعاش قادرة أنها تتصدى لمد الشعوب المناضلة من أجل حريتها. رسالة ثالثة نوجهها للقوى بين ظفرين، القوى الدولية اللي شفناها كيفاش يعني تتدخل في ليبيا لا من أجل مصلحة الشعب الليبي بل من أجل تأمين مصالحها هي. وين هالأنظمة والقوى الدولية هذه في المجازر اللي تصير في البحرين وفيما يصير في السعودية أيضا من انتفاضات أو محاولات انتفاض للسعوديين من أجل حقوقهم؟ اليوم هذه مرة أخرى يتأكد نفاق القوى الدولية هذه وكيلها بمكيالين كلما تعلق الأمر بمصالحها. رسالة رابعة للشعب التونسي، راهو ما يجدش عليكم الألاعيب متاع التقسيم والفتنة الطائفية، راهم المنتفضين في البحرين منتفضين لا من أجل فتنة طائفية بل منتفضين من أجل حقوقهم وحريتهم ومن أجل كرامتهم ومن أجل العدالة. هذه الرسائل الأربعة اللي حبيت نجي نوصلها اليوم قدام سفارة البحرين. وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني أتينا هنا من تونس ملهمة الثورات لنعبر عن تضامننا اللامحدود مع إخواننا في البحرين، ونؤكد مرة أخرى أن أحرار تونس لا يفرقون بين الشيعة والسنة، ولن ينخدعوا إن شاء الله، لن ينخدعوا بهذه الألاعيب الإعلامية والألاعيب الدولية. ومن هنا من تونس نثبت بأننا وإخواننا في البحرين
نتضامن معهم تضامنا لا محدودا في ثورتهم، ثورة الكرامة وثورة الحرية، ونعبر عن سخطنا على بعض الوسائل الإعلام التي كتمت صوت الحقيقة والتي حاولت أن تلتف على ثورة الشعب البحريني بدعوى أنها طائفية وأنها ثورة شيعية. من تونس نعبر عن تضامننا مرة أخرى، وأننا لا نفرق، لم نسأل في ثورة ليبيا عن شعب ليبيا هل كان سنيا أم شيعيا، ولم نسأل عن ثورة اليمن هل كان زيديا أم شافعيا، وكذلك إخواننا البحرين معهم دائما إلى إسقاط نظام آل خليفة. والسلام. الطائفية وحدة وحدة وطنية، يا ليل 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 الطائفية وحدة وحدة وطنية، وحدة وحدة وطنية، لا سنية لا شيعية، وحدة وحدة وطنية، لا سنية لا شيعية، وحدة وحدة وطنية، لا سنية لا شيعية، وحدة وحدة وطنية. على خاطر كل جمهوريات شيء خبرين ما يعرفوش عمري 5 سنين عارف في واحدة